النوم ما لقيتش حد، وهنا المفاجأة. وهي خارجة بعد ما ابتدت تدرك لقيت الباب اتقفل عليها، واللي حصل بعديها لحظات مرعبة. جاحد اتهجم عليها وخنقها لحد ما وقعت بلا حركة، واتأكد إن هي ماتت. جراها وحطها تحت السرير وغطاها. مراته في نفس اليوم اللي قتلها فيه نام في الأوضة عادي، ولحد ما يصحى الصبح ويشوف هيعمل ايه. تاني يوم بقى طلع الجثمان، حطه في البانيو، حط عليه مية وملح علشان الريحة ما تطلعش، وجاب سكينة وابتدى يقطع الجثة جزء جزء في اللحم ويتخلص منه عبر الحمام. يقطع اللحم حتت صغيرة كده عشان يتأكد اللي هي بتجري في المكان. والراس والصدر حطهم في التلاجة. الجاحد بيقطع ولا كأنه بيقطع وبيشيل في عجل. تخيل معايا. انت تعرف كمان ان العملية التقطيع دي استمرت معاه 3 ايام كاملة بيقطع ويشفي. ده قسم بقى الباقي في اكياس بلاستيك. تخيل معايا تفكير وصله لايه. كيس رماه في ترعة الزمر، ورمى كيسين تانيين في ترعة المريوطية، وكيس تحت طريق الدائري. وركز بين قوسين في الكيس ده بالذات. استعان ساعتها بسواق صاحبه وقال له إن دي لحمة بايظة وفاسدة وعايزين نتخلص منها ونرميها. وعمل كده بالفعل، وبعدها بكوثر ب3000 جنيه. بالتمن ده باع إنسانيته، ضميره، حياته، عيشته. رجع البيت، خبى عظم الفخاد فوق الدولاب وحط هدومها تحت السرير. يا الله عالجبروت، ده بني آدم. عارف بقى تسألني وتقول لي طب وإيه الأبشع من ده كله؟ أقول لك الأبشع اللي قاعد يدور مع أهلها وجوزها في المناطق، ويدور وهو ملهوف عليها ويشكر فيها. بس علشان ما فيش جريمة كاملة، غلطته الوحيدة الكيس اللي اتساب على الدائري اللي قلت لك عليه وركز فيه. الناس شافته وبلغت، والموضوع بالصدفة اتكشف. التحريات وصلت الشقة، لقت أثر دم، لقت الهدوم، ولقت العظم بتاعها فوق الدولاب. كل حاجة كانت شاهدة عليه. تخيل انت. يا سبحان الله. قبض عليه واعترف بكل حاجة بالتفاصيل، ودل كمان على أماكن الأكياس اللحم الباقية. تخيل. وبعد سنة من المحاكمة بتاعته طبعا خد الحكم اللي كلنا عارفينه. حكمت المحكمة عليه بالإعدام شنقا. بين قوسين هو يستاهل فعلا. الجريمة دي حصلت في وضع النهار. تخيل. والسبب طمع والأنانية، تفكير للواحد، والنية السوداء.